اوقات كتير طريقة شغلك الاحترافية على اليوتيوب بتكون سبب قوي لفشل قناتك، وده طبعا لو ما اتعملش بالطريقة المظبوطة. طبعا الكلام يبان انه مش منطقي ازاي تحترف في حاجة وتفشل فيها، وده لان اليوتيوب بيشتغل بالمعادلة الموزونة. عناصر المعادلة دي بتكون صورة مصغرة كويسة، عنوان كويس، وصف مظبوط، المحتوى حلو، طريقة تقديمك للمحتوى تكون كويسة، طريقة التصوير تكون مناسبة، الصوت كويس. كل العوامل دي بتشكل لنا معادله مظبوطه. حضرتك لو لسه بادئ في اليوتيوب او بتفكر تبدا فيه، اكتر حاجه بتفكر فيها هي المحتوى نفسه، لان اللي في ايدك دلوقتي هو المحتوى، لكن لسه مش في ايدك امكانيات. وده طبعا مظبوط جدا، لكن بطبيعه الحال بتتقابل في الاخر بمشاهدات قليله، والنمو بيكون بطيء جدا، وده طبيعي جدا. البدايه البارده على اليوتيوب او الكولد ستارت دي من السمات المعروفه على اليوتيوب. لكن هنا بقى بتبدا تخش مرحله جديده، انك تبدا تدور على قنوات بتعلم اليوتيوب عشان تعرف منها اسرار، تعرف طريقه الاعدادات المظبوطه، تتعلم ازاي تعمل سيول يوتيوب اللي هو العنوان والوصف والصوره المصغره والكلام ده كله. ودي اكتر حاجه بتتكلم فيها قنوات اليوتيوب، لان طبعا هم يقدروا يكلموك في الحاجات دي لكن ما يقدروش يتدخلوا في المحتوى بتاعك. وطبعا على اختلاف الاستراتيجيات ما بين القنوات دي كلها، النتيجه انك في الاخر بتبدا فعلا تتعلم ازاي تعمل صوره مصغره، تعمل عنوان قوي، ووصف مفيش احسن منه، وبالفعل بتكون محترف في الامور التقنيه. وطبعا النتيجه بتكون ان قناتك تبدا تفشل اكتر من الاول. وده طبعا لان حضرتك اخليت بالمعادله الموزونه اللي كنا لسه بنتكلم عنها. بدات تعلى بصوره مصغره وعنوان، لكن بتتناسى تطوير جوده التصوير والصوت والمحتوى بتاعك. بل بالعكس، ده انت ممكن تهمل فيهم اكتر، لانك ممكن توصل كده لمرحله من اليأس وتقول ما انا كده كده محدش هيتفرج عليا، ما انا عمال انزل في فيديوهات كل اللي بيجي لي 3 4 مشاهدات، وكل يومين مشترك ولا 2، فمش هتفرق بقى لما القناه تبدا تفوق ابقى اهتم بالمحتوى. ودي اسوأ حاجه ممكن تعملها في مسيرتك على اليوتيوب. من الحاجات اللي مش كل الناس عارفاها ان اليوتيوب بيجي عليه وقت كده ويفتح عليك الحنفيه. في البدايه الحنفيه بتبدا تنقط، يا دوب مشاهدات قليله، مشتركين قليلين، لكن فجاه بدون سابق انذار وبدون اي مقدمات بيفتح عليك الحنفيه. في اللحظه اللي هيفتح عليك فيها الحنفيه دي، الفيديو ده لو انت ما كنتش جاهز بمحتوى كويس وجودة كويسة، هتضيع عليك فرصة وهتخش في مرحلة اسوأ بكتير من الشادو بان اللي كنا اتكلمنا عنه. لان هنا الخوارزميات ممكن تعتبر ان انت طريقة شغلك فيها كليك بيت او خداع للمشاهد، لانك بقيت عارف ازاي تجبر المشاهد يضغط على الفيديو بتاعك، تثير فضوله كده وتخليه عايز يعرف انت بتتكلم عن ايه. لكن لما المشاهد بيخش الفيديو كام ثانية ويخرج، لان بيجيله انهيار عصبي من اللي بيشوفه. الجنة ونعيمها اللي انت صورتها له في الصورة المصغرة والعنوان مش هي دي الحاجة اللي دخل لقاها في الفيديو. دخل لقاك بتصور بالتليفون الارضي، بتنقي اسوأ وقت في اليوم عشان تسجل فيه صوتك، وقت مليان دوشة ووش. فهنا الخوارزميات هتبدأ تبص عليك، انت منين عارف تجيب مشاهدين، ومنين مفيش حد من المشاهدين دول بيتفرج على الفيديو اصلا. 10 ثواني بالكتير ويخرج من الفيديو. اذا طريقة شغلك فيها خداع، ودي اسوأ حاجة ممكن تحصل لك، لان الفيديوهات اللي هتنزل بعد كده حتى لو فيها افكار قوية ومحتوى قوي مش هتاخد نفس الدفعة اللي انت خدتها قبل كده، وهتاخد وقت مش قليل عشان تثبت للخوارزميات ان طريقة شغلك كويسة. وخصوصا ان كان في مشاهدين كتير دخلوا على الفيديو بتاعك وحسوا ان هم اتخدعوا من العنوان والصورة، وحلفوا بالله ان هم ما هيخشوا على قناتك تاني. يعني مش شرط خالص انك تمشي على نفس طريق القنوات الناجحة دلوقتي وتبدأ تستخدم عناوين زي اللي بيستخدموها، عناوين فيها اثارة للجدل ملهاش علاقة بموضوع الفيديو خالص. القنوات دي ان كانت بتستخدم الطريقة دي فعشان هي ناجحة. القنوات دي لو عملت عنوان كده بتقولك انا هكح كحة هتجيب مشاهدات، انما الطريقه دي بالنسبه لك هتبقى هي سبب ان القناه بتاعتك ما تبقاش متشافه خالص. وده على سبيل المثال لا الحصر. عشان كده لازم تهتم بعناصر المعادله كلها، مش عنصر ولا 2 بس. يعني طورت من نفسك في الصوره المصغره 1 من 10، والعنوان 1 من 10، فلازم برضو جوده محتواك والصوت بتاعك وطريقه تصويرك تتطور برضو معاهم 1 من 10 عشان تفضل المعادله موزونه. وابدا طور من نفسك واحده واحده وعلى حسب امكانياتك، بس كل عناصر شغلك بتتطور مع بعض حتى لو ببطء شديد. وبس كده، ما تنساش اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.